مباشرة الآن إلى زميلي معلق هذه المباراة الزميل رؤوف خليف. الهلال والأهلي، أرجو لكم متابعة طيبة. شكرا للزميل أيمن جادة. سيداتي سادتي، طابت أوقاتكم، مرحبا بكم، مساء الفل للناس الكل. بالسابق للهلال والحالي للأهلي الإماراتي، وطبعا جورجيوس دانيس المدرب اليوناني الحالي لفريق الهلال السعودي. نمر إلى استعراض تشكيلتي الفريقين. بالنسبة للفريق الضيف الأهلي الإماراتي، حراسة المرمى لحمد محمود، يمين الدفاع عبد العزيز هيكل، على اليسار وليد عباس، في محور الدفاع خميس سالمين والكوري الجنوبي كان كوان، وسط الميدان ماجد حسن، حبيب الفردان، ايفرتون ريبيرو، الثلاثي الهجومي اسماعيل الحمادي، رودريغو ليما، والكابتن احمد خليل. رودريغو ليما ابرز الغائبين عن هذه التشكيله مشاهدينا الكرام لفريق الهلال. هذا سالم الدوسري يحاول الهروب، يعطي الكره يا سلام، وينو ليما، الحكم ملهوس بكي فالنتين كوفانكو يقول ليست هنالك ضربة جزاء. عزيز هيكل، هذه كرة ايلتون، هنالك جلب، وهذه الإعادة هنالك إعاقة واضحة ما فيها حتى كلام. حبيب الفردان، هاو قدامكم مشاهدينا الكرام، ضربة جزاء لا كلام ولا سلام يا عبد السلام. هذه هي حبيب الفردان بيده اليسرى. كرة عكسية، سلم الدوسري لأيلتون، تعدي الكرة، التصويب، التصويب قوي جدا من ايلتون بعد كرة اكثر من ممتازة من سلم الدوسري. الركنية صدي لعبد العزيز هيكل، تنتقل الكرة لليمين، التوزيع، كرة خطورة في الكرة، ويلعب بالنار، يلعب بالنار احمد محمود. اكوان البحث عن احمد خليل واسماعيل الحمادي. شوف الكرة الركنية، التصويب، التصويب والركنية. اذا الركنية الثانية للفريق الإماراتي. ايفرتون ريبيرو يوزع، كرة تعدي على الكل، والهجوم المعاكس ممتاز. الدوسري هرب، الدوسري هرب، 4 ضد 3، 4 ضد 3، يعدي ويمشي، والحكم ملوز بكي ما يعطيش مخالفة، ما يرجعش على المخالفة. اي 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 اي، سرعة جنونية ب70 متر، والآن الهجمة إماراتية، وأحمد خليل قوية، يسدد، صمت رهيب، شيء عجيب، صاروخية أحمد خليل تعانق القائم الأيمن وتأتي الركنية. سلمان الفرج يحكي مع الحكم فالنتين كوفالينكو. هذا هو الهجوم لسالم الدوسري، 4 ضد 3. ماجد الحسن هو اللي قام بالمخالفة، والمخالفة واضحة، ومبدأ تحت الفرصة. ايلتون لياسر الشهراني، الشهراني يعدي لسالم الدوسري، السلام للسلمان، سلمان يغير بنجاح،
في ثار السنغور، وكرة هلالية مقصية ازدواجية من ادواردو وحده ولكن بعيد على الحارس ديدا. وكل الأندية الإماراتية بعيدة الكرة لأيلتون. في هذه اللحظة يعلن الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو مشاهدينا الكرام على نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي 0-0 في استاد الملك فهد الدولي بالرياض بين الهلال والأهلي الإماراتي. أكيد مشاهدينا الكرام نعود بكم من جديد عند ضربة بداية الشوط الثاني. أول اختيار للمدرب اليوناني جورجيوس دونيس في هذا الشوط الثاني، اختيار هجومي بالسرعة الجنونية للنجم الدولي السعودي نواف العابد. لكل من يلتحق بنا الآن أو أمامنا التغيير السعودي الأول في هذه المباراة، دخول لنواف العابد، خروج لخالد الكعبي كأول تغيير للمدرب جورجيوس دونيس. نذكر بتشكيلتي الفريقين بالنسبة للضيف النادي الأهلي الإماراتي: حراسة المرمى لأحمد محمود، يمين الدفاع عبد العزيز هيكل، على اليسار عبد العزيز جنب الأهلي ايفرتون ريبيرو يعدي يغير رودريجو ليما، كرة يلتحق بها وإمكانية التوسيع المراوغة الممتازة، يعدي وأحمد شرحيلي بمبدأ الأمان، لكن الهجمة الرائعة هجمة رائعة. الضغط الأحمر متواصل، كرة ممتازة بالرأس وخالد شرحيلي يسيطر، وأنه رودريجو ليما رقم 9 للفريق الإماراتي. وهذه هجمة إسماعيل حمادي، يا خالد يا الشرحيلي. افتكروا الكرة نواف العابد، كرة هلالية، سلمان الفرج، سلمان يتقدم باليسار، سلمان يعطي كرة، إمكانية التصويب، لا يوسع، لا 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 لا، نواف العابد يشعللها، نواف يشعللها، كرة من ادواردو، ولكن التصويبة الأخيرة بحيرة كوسمان الغير راضي على المردود الدفاعي وخيبة أمل جورجيوس دونيس شعلت نار في المباراة في هذه الأوقات. كل الخطورة في اللاعب رقم 11 أحمد خليل، الريبيرو ايفرتون يوسع، جول ليما، هو ليما يعطي الأسبقية للفرقة الإماراتية بلمسة رأسية تغارد الشباك الهلالية. خروج الجحفلي، خروج مدافع ودخول قلب هجوم صريح ناصر الشمراني. الإياب والإياب 0-0 و3-3 وفي الدور الربع النهائي على نفط طهران. وفي كرة لأيلتون داخل منطقة الجزاء، يعدي والركنية، الحكم يقول الركنية، تناقض بين ضربة جزاء، ضربة جزاء، ما هذا؟ ما الذي جرى؟ ضربة جزاء لنادي الهلال، انفجار في مدرجات استاد الملك فهد الدولي. الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو يعلن على ضربة جزاء لنادي الهلال. هات الصورة لنتأكد من الكرة، الكرة هل خرجت برمتها أم لا؟
يبدو انه خميس سالمين التقط الكرة خرجت برمتها. على كل الحكم فلورنتين كوبالينكو يقر ضربة جزاء لنادي الهلال. عفوة قاتلة من خميس سالمين. قانون التحكيم يقول لابد ان الكرة تخرج برمتها. هذه الكرة يبدو انها خرجت برمتها. على كل نترك الامور لجمال الشر. نار في هذا الانتظار وهذا المشوار. يتقدم ادواردو، ضاعت الكرة. اي كرة ضايعة وديدة. هو ديدة يتابع الكرة. جماهير الهلال في حالة سلمان يثبت الأقدام، يغير للبرايك. محمد يوزع كرة براس، ضربة جزاء. الحكم يقول لا. اعطينا الصورة، خلينا نتأكد بالكرة. هذه هي اللقطة. هنالك اليد اليمنى واليسرى لعبد العزيز هيكل. هنالك حزام عبد العزيز امامنا واضح مع ايلتون. لا تتدرج من احمد شرحيلي. نواف العابد كرة بالتليفون باتجاه خالد سالمين. النواف مرة أخرى رائعة من ناصر الشمراني ورائعة وسع. محمد البرايك ورد كرة طويلة. ايلتون التصويب والحارس ديدا. اسم على مسمى احمد محمود. ياسر الشهراني في اخر تصويب. ناف في انتظار ناصر الشمراني. تعدي الكرة، ناصر بالراس، التصويب. ركنة يا هلالية في اجواء استرية. الناف يبعد اسماعيل الحمادي وقتين مبدئيا. يعاني الامرين الدفاع الاماراتي. الناصر الشمراني في التصويب. عبد الله الزوري في انتظار خروج محمد البرايك. الخبرة لها مواعيد. وعبد الله تلعب الركنية بالراس. جول ايلتون الميدة بالراس والقناص. انفجار في مدرجات استاد فهد الدولة. شوف الكرة صاروخية. الميدة في الشباك الإماراتية. نار يا حبيبي نار. هو الميدة يأتي الابتسامة بالعلاء. سلمان الفرج. ايلتون عبد الله الزوري يراوغ يعدي يصاب. عجيبة غريبة. ايلتون كرة هلالية. ناصر الشمراني او سلمان او نواف. اسماعيل الحمادي ترجع لسلمان. مباراة جنونية، دفاع والهجوم. كل الجماهير الهلالية واقفة. الأعصاب يا ناس، الأعصاب. ياسر الشهراني يماد لسلمان. سلمان يراوغ، سلمان يعدي ومن يسار
ترجع الكرة لسالم الدوسري، وضعية هجومية هلالية، يوزع بالراس وناصر الشمراني. الفرقة الهلالية تريد الثنائية. سالم الدوسري وسط الميدان للشعراني، ناف العابد على يسار عبد الله الزوري، العابد السادد، غدارة للاعب هجوم معاكس اسماعيل الحمادي. 3 ضد 2، خطورة فيها الكرة، والكرة رودريجو ليما كرة على مرتين خارج شرحيلي ادواردو. مخالفة لنادي الهلال، اخر ومضة، وسلمان الفرج ينال الورقة الصفراء في هذه اللحظات، وكذلك بالتساوي لعبد الله. الوقت يضيع، العب الكرة، سلمان صاحب الخبرة، نهاية الزمان، الكل في الكل، الجمال بما حمل. فرصة العمر الأخيرة للهلال. الحكم فالنتين كوفالينكو المباشر الآن، وفي هذه اللحظة يعلن فالنتين كوفالينكو على نهاية المباراة في مباراة الذهاب بالتعادل هدف لهدف بين الفريقين في انتظار مباراة الإياب في دبي. سجل للهلال في التعديل طبعا كما تابعتم مشاهدينا الكرام، ولكن تبقى الأمور مفتوحة على كامل مصراعيها في لقاء الإياب. أجمل تحياتي مشاهدينا متابعينا في انتظار قادم المواعيد الكروية على بين سبورتس.